تعرف إن تحليل واحد ممكن يكون سبب في حمايتك من مشاكل طبية وصحية كتير جدا، فما بالك بالفحص الدوري الشامل. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الفحص الدوري الشامل أو المتابعة الدورية للأمراض. يعني إيه فحص دوري؟ هو المقصود بالفحص الدوري أنا عندي مشكلة طبية وبتابع الكومبليكيشنز أو المشاكل أو الحاجات اللي المرض ده بيأثر عليها بشكل دوري. يعني أنا مريض كلى، مريض كبد، مريض قلب، جالي جلطات في المخ قبل كده، مريض مناعة، وبتابع مع المختص. سؤال مهم: هل الفحص الدوري رفاهية؟ لا طبعا، الفحص الدوري ليس برفاهية، لأنه بيحدد مشاكل بدري، بيحدد مشاكل صحية خطيرة جدا جدا ممكن توصلنا لمراحل كبيرة جدا صحية بدري. فأنا لو وصلت إلى إن أنا شخصت بدري هعالج بدري، مش هخوض في مشاكل وعمليات وأساطر ومشاكل طبية كبيرة جدا، وأنا ممكن أكون بتحليل بسيط عرفت الموضوع بدري فعالجته بدري، فما وصلتش لتدخلات طبية كبيرة أو سوفسطائية أو حاجة كبيرة أنا أوصل لها عن طريق تحليل صغير. إيه الشكوى اللي أنا بشتكي منها عشان أطلب التحليل المناسب؟ يعني مريض كبد بيطلب تحليل انزيمات كبد، بيطلب تحليل الصفرة، بيطلب دلالات الاورام بتاع الكبد. مريض كلى بيطلب تحليل انزيمات الكلى، وبيطلب تحليل النقرس، وبيطلب تحليل هرمون الغده الجرثوميه. مريض قلب بيطلب تحليل الكوليسترول، بيطلب تحليل انزيمات الكبد، ولو عنده سكر بيتابع طبعا السكر التراكمي بشكل دوري. مريض مناعه بيطلب التحليلات الدوريه بتاعه، شبه سرعه الترسيب او الاي اس ار، شبه السي ار بي، شبه تحليلات الذئبه والروماتويد. ودي تحليلات اللي موجود في المعمل او طبيب المعمل بيبقى فاهم التفصيلات الداخليه، فتقول له مثلا عندي ذئبه وعايز اتابع نفسي بتحاليل، فهو عارف التحاليل اللازمه لهذا المرض فبيتابعها بشكل دوري. ونرجع لمرجوعنا تاني، انا مش بروح المعمل عشان اعمل تحليل تشيك لمجرد الاطمئنان ورفاهيه ان انا بطمن على نفسي. انا منعت نفسي من مشاكل طبيه فجه جدا وتدخلات عنيفه جدا عن طريق تحليل بسيط او تحليلين، قدرت اروح للطبيب المختص بعدها كتب لي العلاج اللازم. منعت نفسي من التدخل في تعقيبات ومشاكل وتعقيدات طبيه كبيره جدا، وخاصه مرضى السكر، مرضى الكبد، مرضى الكلى، مرضى المناعه. وانا تحت امركم ان شاء الله في التعليقات عن اي استفسار طبي، وان شاء الله نلتقي على خير دوما.